الوصفة اللي هتزيل معاكي خلايا الجلد الميتة المسببة في الاسمرار، وهتزيل معاكي التصبغات والكلف والبقع الغامقة الموجودة في بشرتك. ولو انت بتلبسي طرحة وبشرتك لون ولون، هتوحد لون البشرة تماما، هتزيل اي غمقان موجود في البشرة، وكمان هترطب بعمق البشرة جدا. لو اول مرة تشوفوني دعموني باشتراك في القناة ولايك للفيديو، واهم حاجة ننزل تحت في الكومنتات نصلي على النبي كتير جدا، وهاتي بولا وتعالي اقولك بقى على الوصفة دي. يلا نبتدي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. يا جماعة، اي حاجة عندي انا محتاجة ليها ترطيب في بشرتي، انا بحب جدا ان انا استخدم اللبن البودره. اللبن البودره يا جماعه غير ان هو بيفتح البشره، كمان بيخليها ناعمه جدا، وبيحافظ على ترطيبها ونعومتها بعمق، يعني بيرطب بعمق جدا. فبحب دايما ان انا استخدم اللبن البودره على بشرتي، بالذات يا جماعه في وصفات الشتاء، علشان البشره بتبقى دايما ناشفه. فاللبن البودره بيحافظ جدا على ترطيبها، وكمان بيفتح بعمق وبيرطب كمان بعمق. فهاخد كده معلقه من اللبن البودره، وهبتدي ان انا احط عليه اللي بيساعد على تقشير البشره، وكمان بينعم جدا يا جماعه، وبيقضي على تصبغات البشره وعلى البقع الداكنه، وعلى كمان التصبغات اللي موجوده من الشمس والاسمرار الشمس. بيساعد جدا على التفتيح البشره. هو يا جماعه دقيق الشوفان موجود عند العطار، ولو انت مش متوفر عند العطار بتجيبي الشوفان العادي وتضربيه في الكبه كويس جدا لحد ما بيبقى عندك بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. يا جماعه ده كده دقيق الشوفان انا طحناه في البيت. هقلب بقى اللبن البودر والدقيق الشوفان كويس جدا جدا زي ما انتم شايفين كده، وهبتدي احط عليه بقى مكون من الاتنين دول، يا اما تحطي عليه لبن يا اما تحطي عليه زبادي. بالنسبه للزبادي او اللبن هيساعدوا جدا في الترطيب والتفتيح، وبيساعد يا جماعه على تنظيف البشره. هاخد كده حوالي معلقه كبيره من الزبادي، بسم الله الرحمن الرحيم، وهقلب. يعني بصوا انا ما بزود الزبادي او اللبن بالتدريج، اول حاجه بتحطي اول معلقه، لو احتاجتي برده تاني بتبتدي ان انت تزودي، وانا هوريكم القوام المظبوط. اهم حاجه ان انت في الاثناء دي بتكوني غاسله بشرتك كويس جدا جدا بالغسول المخصص لنوع البشره، ومفتحه مسام بشرتك بالميه الدافيه. بصوا كده يا جماعه، انا مش هحتاج زبادي تاني، حطيت معلقه كبيره مليانه. تمام، بصوا كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. غسلتي خلاص بشرتك، فتحتي مسام بشرتك بالميه الدافيه، وده كده يا جماعه. بصوا معايا، انا مش هدمج فيه قوي، انا اتاكدت ان المكونات اندمجت مع بعض، مش هفضل ادعك فيه علشان يبقى دي الشوفان عندي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تمام، هبتدي بقى، وده كده بيكون يا جماعه خلاص جاهز معايا. هبتدي ان انا اخد كده الوصفه دي بحركات دائريه على البشره، تقدري ان انت تستخدميها على رقبتك، وكمان من الرقبه الخلفيه ممتاز يا جماعه، عشان الزيوت اللي بتنزل من الشعر بتسمر جدا. وتبتدي كده بحركات دائريه لمده دقيقتين تقريبا، بتعملي كده في بشرتك وفي ايدك، وبعد كده بتسيبيه على البشره والرقبه والايدين.